بسم الله الرحمن الرحيم. صراحة نحن جد سعداء بهذا التتويج الثالث على التوالي، ويعني نادرا ما تيحقق منتخب واحد الكأس 3 مرات متتابعة. هذه المرة كانت المنافسة قوية لأنه دخلنا في توب حامل اللقب، والمنتخبات كانت يعني تتركن للخلف أو تستعمل طريقة الباور، فلذلك لقينا صعوبات كثيرة. لكن الحمد لله التحضير كان جيد، وحنا سعداء بالتهنئة ديال سيدنا اللي حنا بدورنا كنهديو ليه هذا اللقب، لأنه هذا المنتخب يتمرن بواحد الصفة دائمة ومستمرة في مركز محمد السادس الذي كان من تدشين وتشييد صاحب الجلالة، وحنا ممتنين الأعمال التي يقوم بها في سبيل تطوير الرياضة في بلادنا، دون أن ننسى الدور المهم اللي تقوم به الجامعة الملكية في شخص رئيسها السيد فوزي القجع، اللي تعطي واحد الأهمية قصوى لهذا المنتخب. وهنيئا للجمهور المغربي، وتنشكروا على المتابعة ديالو، ولا الناس اللي متابعينها في وسائل الإعلام، وكذلك أسرة الفوتسال ورؤساء ومدربين. فلا بد أننا نزيدوا نضافروا جهود باش نبقاو في القمة إن شاء الله.